أهلا بكم مشاهدينا الأعزاء عشاق تفسير الأحلام. معكم سامية تفسير الأحلام. النهاردة هنتكلم عن رؤية الميت في المنام. رؤية الميت في المنام، هل هو فعلا بيزورنا في المنام؟ هل في رسالة بيحاول يوصلها لنا؟ في الفيديو ده هنغوص في أسرار رؤية الميت، وإزاي نفرق بين زيارته والرسالة اللي عايز يبلغها لنا والرمز بتاعه. يعني لو انت صحيت من النوم وحاسس انك انت فاكر حضنه او فاكر صوته وريحته وكلامه، حلمت بحد ميت وقلبك قالك ان هو معايا بجد بحق وحقيقي عايش، بس فعلا هل الميت بيزورنا ولا الحلم ده ليه معنى اكبر؟ النهارده هنتكلم على سر رؤية الميت في المنام، وهنفك الشفرة مع بعض سوا. رؤية الميت في المنام مش نوع واحد، في فرق بين رؤية الحق وبين بتبقى رؤية حق أو رسالة عايز يبلغها لك أو رمز مرتبط بحياتك، وكل واحد له علامات ازاي احنا بنفرقها. يعني مثلا لو شفت الميت ظهر لك في المنام ساكت وصامت ما بيتكلمش، مبتسم وصامت، بتبقى الرؤية دي ما شاء الله بتبقى رؤية حق فيها بشارة بفك كرب أو بزواج أو بتيسير أمر بعد دقيقة، بتبقى بشرة بخبر حلو هيفرحك. منتظرة حمل، منتظرة شغل، منتظرة، بتبقى بشرة مؤكدة. طب لو شفت الميت بيكلمك والكلام بتاعه واضح، الرؤية دي بتبقى مهمة جدا، لازم تاخد حذرك ولازم تنتبه، لأن الرؤية فيها رسالة، رؤية حق، كلام حق من عند الرحمن عايز يبلغ رسالة. هي أمانة اختارك انت بالذات. ليه؟ لأن عارف انك انت هتبقى تقدر تفك الشفرات بتاعتها، وهتعرف ازاي توصل الأمانة. يعني مثلا الميت طلب منك حاجة زي أكل أو دعاء أو لبس، بيبقى ده معناه ان هو فعلا محتاج صداقة، وعارف انك انت اقرب واحد له هتأديها بالظبط. ما تتجاهلش الحلم بتاعه لانها امانة من عند ربنا. ولو شفت الميت حي وبيعيش حياته عادية، ده معناه ايه؟ ده بيبقى رمز بيعكس لحياتك انت. ممكن تكون انت مشتاق له وبتحبه قوي، فبتبقى فعلا الارواح بتتقابل مع بعضها، وبتبقى شايفه فعلا لما بنموت الموتة الصغرى بنتقابل مع بعض. وممكن بيقولك ان في احياء، وممكن يبلغك رسالة لو انت مش مشتاق له، بيبلغك رسالة ان في احياء امر وبيشاركك حياة معينة انت كنت مفتقدها. هنا لو شفنا الميت كان لابس ابيض، من افضل الرؤى بقى في حكاية الميت. لو شفت الميت لابس ابيض او وشه فيه نور، فبتبقى دي ما شاء الله من اجمل الرؤى، معناه ان هو بينعم في قبره، بيدل على ان هو علاقته كويسة بربنا وحسن الخاتمة بتاعته. لكن لو شفته حزين ومتعب او قاعد ساكت وقلقان، ده بيدل رسالة مؤكدة ان هو محتاج منك صدقة، محتاج تطلع اطعام، انك انت مقصر في حقه، محتاج منك الدعاء. يعني رؤية الميت مش بس حلم، لا دي لحظة بتوصلك ما بين العالمين اللي هي الأرواح، ما بين العالم الآخر والعالم بتاعك. فيها رسالة، أحيانا بتكون رسالة حب، وأحيانا بتكون رسالة إنذار. فاكر آخر حلم شفته فيها حد ميت في منامك؟ لو فاكر اكتب لي حلمك وأنا هساعدك تفهم الرسالة اللي عايز يبلغها لك. يمكن يكون الميت جايلك مخصوص عشان يقولك حاجة مهمة، ما تتجاهلهاش. منتظرة تعليقاته، اكتبوا التعليقات بتاعكم في الكومنت وانا هفسرها لكم بنفسي. ما تنسونيش بلايك واشتراك في القناة.